السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا نبدأ. النهارده عندنا إيه بقى؟ عندنا البوتاجاز ده مسكناه خليناه قشطة فل شمعة منورة. الاستقبال بقى الشهر الكريم، وادينا له يعني إيه كده، يعني تنظيفة مية مية جوه وبره والفرن والجناب والظهر، وما سبناش فيه حتة إلا لما صبناه. عملنا إيه في الطبق ده دلوقتي؟ حطينا العيون بتاعة البوتاجاز زي ما شفتوا، حطينا مَيّة سخنة، حطينا شوية مسحوق، شوية بريل، شوية خل، شوية ملح ليمون، شوية كربوناتو، وركناهم بقى على جنب دول خلاص كده. هننساهم بقى شوية لغاية لمّا نخلّص البوتاجاز ونرجع لهم. خلاص يا حبايبي، جبنا السلكة الستانلس دي أو السلكة العادية، أي سلكة عندِك، وحطيت شوية من الحاجات اللي أنا حطيتها دي حبة كده على البوتاجاز، يعني قُلت أشوف الدنيا تمشي معايا إزاي. المهم لمّيت كده بالسلكة شوية، وبعدين جبت الباور ده ورُحت راشة بيه البوتاجاز، وهنمسك البوتاجاز دلوقتي نصبّنه كويس أوي. أنا عملت بالباور ده، وعملت كمان الخلطة بتاعتي اللي أنا حاطاها في نفس الإزازة كده، حاطة زي ما قُلنا قبل كده، مَيّة وخل وكربوناتو وملح ليمون وشوية بريل. برضه عايزاكِ تخلّي البخاخة دي عندِك على طول، أي حاجة في الدهون بتشيلها بسرعة ومش بتتعبِك، أي حروق أي حاجة، والله العظيم برضه أحسن من أي باور. مش أنا قُلت لكم الباور ده تحفة وفظيع، هو فعلًا حلو، بس الخلطة اللي أنا باقول لكم عليها دي تغني أو تعمل نفس المفعول بتاع الباور ده بالضبط. هنقولها كمان مرّة: صابون سائل، خل، ملح، ليمون، كربوناتو والمَيّة، وتحطيها في البخاخة. يعني دي الخلطة، هي دي والله العظيم الخلطة، مش الباور. خلاص كده، وزي ما شُفتوا بقى البوتاجاز من فوق خلّصناه ورشّيناه وصبّيناه كويس وجينا للفرن. بُصّوا الدهون من الجنب كده بتنزل لوحدها مجرّد ما رشّيت برضه. خلاص، وهندعك برضه بالسلكة الstainless دي كويس، نصبّن الفرن حلو أوي كده، وبعد كده هننشّفه هنلاقي الدهون بتطلع معانا سحر. وطالما إيدِك في الحاجة أول بأول زي ما اتفقنا قبل كده مليون مرّة، الحاجة في إيدِك هتلاقيها نضيفة وسهلة، مش هتتعبي فيها يعني. بُصّوا كده مسحنا خلاص الفرن دي كده كويس، خرقة مبلولة بتتغسل وتتعصر وتمسحي بيها. هنيجي بقى لباب الفرن ده بكل سهولة. بُصّي بتفُكي بالمفك كده الإزازة دي، بيبقى داخلها من جوّه برضه دهون ومش نضيفة. بافُك المسامير دي زي ما أنتم شايفين كده بالمفك، بس طبعًا أنا مش واخدة راحتي لإن البوتاجاز مبيّنني من كل حتّة، ف يعني اللي قدرت أعمله واللي أنتم تشوفوه يعني سِبته لكم. بس كده هنشيل بقى اللوح الإزاز ده، هنغسله حلو أوي تحت الحنفية بالسلكة، وبعد كده هنرجع إيه للفرن. بُصّوا أهو، دي هتتصبّن خالص وهاركنها على جنب، وهنيجي إيه بقى نصبّن الباب الفرن من جوّه. طبعًا صبّنته من جوّه ومن برّه كويس أوي زي ما قُلت لكم، من الجناب والضهر وكلّه خلّيته زي الفل. زي ما قُلت لِك ما توقّفيش نَفْسِك على حاجة، الباور، الخلطة، لو ببريل وسلكة، أي حاجة عندِك، المهم حاجتِك تبقى نضيفة وتبقي أنتِ مرتاحة نفسيًا وأنتِ بتستعمليها. بُصّوا أهو بالليفة العادية خالص من غير سلكة ولا حاجة عشان الإزاز، وأهو كده خلاص. وبعد كده هنعمل إيه بقى، هننشّف الإزاز ده كويس ونركّب الإزازة بتاعتنا تاني. والله يا بنات بقى زي الفل. اغسله كويس وسهل إن أنتِ تفُكي اللي عندها الفرن أو باب الفرن عندها بنفس المسامير دي وكده، سهل إن أنتِ تفُكيها وتركّبيها تاني عادي خالص. وهننشّف إزازنا كويس. أنا زي ما قُلت لكم مش واخدة راحتي، بس أنا مسكت البوتاجاز ده ضبطته ضبطة حلوة. أهو، وأدي الإزازة دي نشّفناها وهنرجع نركّبها تاني بكل سهولة برضه. أهو، النضافة يا بنات، النضافة. طول ما أنتِ واقفة وتلاقي الحاجة حواليكِ رايقة ونضيفة، أنتِ عن نفسِك هتعملي حاجة ونفسِك مفتوحة يعني.
أهو بُصّي بتتقفل بكل سهولة، هي ليها كده حرف بتحطيه على الإزازة وتتّكي على المسامير دي بالمَفَك، بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي ويالّا قومي اعملي بوتاجازِك، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.